مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم. معكم انا عليا ورجعت لكم بيوم جديد وباجواء جديده. خلي لي قلبكم. شكرا كثير لكم، شكرا لدعمكم، شكرا لمحبتكم، شكرا لوقفتكم معي. خلي لي قلبكم. شكرا لكل حدا جبر بخاطري وكتب لي تعليق. خلي لي قلبكم، والله كلكم ما في منكم. شكرا كثير لكم. بالنسبه للصبيه اللي كتبت لي تعليق انه عملتي هيك مشان تطلعي ترند، والله ما بتطلع قناتي ترند، القنوات الصغيره ما بتطلع ترند، عرفتوا؟ فوالله عن جد انه بشوفوا حتى اكبر دليل انه تاخرت لنزلت هذا الفيديو. هلا طبعا تاخرت لنزلت هذا الفيديو بصراحه، يعني انتم شايفين الوضع اللي نحن فيه وهيك، فالله يفرج يا رب. احسن الشيء هلا هون كان هذا التصوير يوم الوقفه، بصراحه ما كان تصويري، هذا كان تصوير بنتي هيك بتحط الاغراض وهي بتصور. كانت طبعا بموبايلها تيك توك وهيك، وبتنشر هي حتى على صفحتي، يعني اغلبهم ما انا اللي بنشرهم. ومصورت لي هيك بالعرض. هون كنت انا مجهزه الاغراض لاولادي. هلا هذا البيجامه كانت لعبد الهادي، هدوليك بيجامتي وبيجامتها وبيجامه بنت عفوا فستان بنتي الصغيره، وهيك كانت عامله حركات. يعني الله يخليهم يا رب، وان شاء الله هيك الله يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحه يا رب، ويفرج على الجميع ان شاء الله. واليوم رح اشارك معكم اكيد فيديو متنوع. خلي لي قلبكم. وصدقوني لحد الآن ما عم بعرف إيش أحكي بصراحة. يعني شوفوا، كل ما بجي بدي أنزل فيديو سبحان رب العالمين هيك بتحكم ظروف، وقالكم على طول الظروف هي اللي بتحكمني بالفيديو، مو أنا اللي بحكم الفيديو. ما شاء الله تبارك الله. بصراحة هون أنا كنت فايقة كتير بكير، والجيران كانوا عم ضحوا، الله يتقبل يا رب. ما شاء الله ضحوا عجلين. هلا هدول جيران أتراك، يعني الله يرزقهم يا رب، والله يتقبل منهم ومننا ومن الجميع إن شاء الله يا رب، والله يطعمنا. بصراحة أنا كنت ناوية السنة بس رب العالمين ما أسمنا. شوفوا هون كنت فايقة بكير كتير. هون بعد ما صورت لكم جيت عم بفرجيكم إنه هيك الغرفة غيرت فيها شوية ديكور، وهون حطيت الأغراض اللي رح نحط فيها. كان وقت حلويات العيد بس ما بحطهم بصراحة مشان ما يسترطبوا هيك، لأنه أنا أول يوم مثل ما بتعرفوا هلا صرت بطلع عند اهلي. كنت بطلع من بيت حماي بس سبحان الله بما انه يعني هلا هنن بعيدين، فاول يوم نطلع بنفطر عند اهلي، فمشان هيك يعني ما بيجيني حدا اول يوم، فما جهزت هون شيء. وطبعا كان التصوير بعض اللقطات، وبصراحه هلا انه ما بصور شيء. رح انزلكم الشغلات اللي مصورتها ان شاء الله هيك الله يفرج علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله يا رب. ورح اشارك معكم اكيد روتينات وهيك نرجع الهمه، وما بنعرف واحد شو الظروف اللي مكتوبت له وشو الاجواء اللي رح نعيشها، الله اعلم. فكله خير، عيفوا على التياسير، وان شاء الله هيك اكيد ما رح اقطعكم، رح انزل فيديوهات. بس يعني انتم شفتوا الظروف الحاليه، فاضطريت انه هيك شوي كم يوم مثلا انه ما في نفس والله. هلا هون كنت مجهزه هدول الشورت والبلوزه لمانيسا. هلا انا بشارك معكم هيك اغراض. مثلا في صبايا بتحب تتفرج، بتحب تاخذ افكار، مثلا بتحب تعرف انه من وين عايشين طبعا هون بتركيا. هلا هدول البلوزات في معهم هيك العاب بيتعلقوا على الشورت وعلى البلوزه، وبينشالوا لهم مثل شكشك، بينحطوا على هدول الدوائر وعلى الجيب تبع الشورت. يعني هن من هيك صادايات كتير حلوين. بس بصراحه بدي لكم اسم المحل بس ما بقى يجي على لساني، يعني ما بعرف، نسيت. هلا بس اتذكر المحل اذا كنا بالفيديو يعني وتذكرت اسمه بقول لكم اياه. وهلا هون بعد ما خلصت طبعا طلعت عند اهلي اخر وقت لي اول مره. لأنه عطول بما أنه ما في حدا بطلع الصبح بشرب معهم القهوة وتمام يعني. فاليوم لا والله ما طلعت للمساء. هون كان بابا عم يتصور هو وولاد أخوي وولاد أختي وولادي، ببعتوه لأختي وعمي وهيك. إن شاء الله الله يجمع هيك الجميع مع بعضهم إن شاء الله يا رب. هون بلشوا الأولاد هيك يعايدوني، يخلي لي قلبهم، الله يخليهم ويبعث لهم أيام كويسة، ويخلي أولادكم إن شاء الله يا رب كل سنة وأنتم سالمين، ويجمعكم مع أهاليكم إن شاء الله. وهي عمتي واخوي وهي اختي الصغيره الله يخليهم يا رب. طبعا هيك حلو انه واحد نكون شايفين بعضنا المسا الصبح بنسلم على بعضنا. سبحان الله هيك العيد له بهجه خاصه. هون جيت على المطبخ اكيد مشان اسلم على ماما اشوفها، وتعالوا نشوف الماما ايش محضرت لنا. هي اكلات طيبه اكيد كالعاده. عيفت لي الرز والفريكه مشان اطبخ لهم اياهم، وبنفس الوقت بضلوا سخنين، عرفتوا يعني نطبخهم اخر وقت مشان وقت اللي يجوا. هلا مين رح يجي عند اهلي؟ ما في حدا، انا واخواتي وابن عمي بس، بما انه اهله بسوريا يعني ما في الا هو هون.
بس والله يعني ما في حدا تاني، ما بقى هيك هدول الجمعات مثل قبل وهيك، والله انحرمناهم كليتنا. الله هيك يرجع يجمعنا إن شاء الله عن قريب مع بعضنا. إذا بتتذكروا بترجعوا لفيديوهاتي السابقة كنا ننجمع يعني شي 100 شخص 60 70 حسب، يعني هيك كنا بهالأعداد. هلأ الحمد لله رب العالمين علي اللي مات راح منهم، واللي تغرب واللي كل العالم نفس الشيء، كل الأوضاع مثل بعضها. وهون عم بدي لكم يا برقات ما بحب دوما ما أدخلكم بالمقت وهيك بالشغلات اللي عم بتعدي علينا، بس صدقوني هي الظروف اللي عم تحكمنا إلي وإلكم وللكل. وارجع بقى لكم الحمد لله رب العالمين، دوما هيك لازم نحمد ربنا، أكيد هو ربنا اللي بيختار لنا الخير. على فكرة كتير بحب أعرف لكم الصوات، بيبقى الفيديو عفوي أكتر وبنفس الوقت ما بتعذب أنا فيه، يعني عرفتوا. وبحتار إيش بدي أسجل لكم وقت اللي بيكون هيك عم بسجل، بس وقت اللي بيكون عايفة الصوت على طبيعته هو بيجي الحكي مع التصوير وهيك. بس كتير صعب ما شاء الله، يعني شفتوا أولاد وولاد أختي وولاد أخوي وهيك أولادي وشي وحكي الكبار، فبيبقى بالصوت ما واضح أبدا. عرفتوا ليش؟ إلا كتير بحب، يعني كتير أوقات بقول خلص بدي أصور مع صوت، فسبحان رب العالمين ما بتزبط. هون بعد ما طبخت لها لماما الرز والفريكة وهي كانت مجهزة كل شيء، شفتي ونقعت ليهم حتى الفريكة مقليتها. هاي كانت التحضيرات النهائية. إن شاء الله هيك الله يرزقهم ويرزقكم، والله يجمعكم مع أهليكم إن شاء الله يا رب. كل حدا مغترب مع أهله الله يجمعه مع أهله يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر أبشروا وتبشروا. الله أكبر الله أكبر للإله فكبروا. الله أكبر ولتحمدوا الرحمن حمدا طيبا. الله أكبر لفضائل سبغت عليكم واشكروا. الله أكبر العيد أقبل والربوع استبشرت. الله أكبر كل الحدائق بالمحبة تزهير. الله أكبر والطير. وبتعرفوا انه لهون بيكون خلص عيدنا نحن عن جد. لحد تاريخ نزل هذا الفيديو طلعت من البيت مرتين، هلا رح اشارك معكم مره وفيديو الجاي مره ثانيه. بس يعني طبعا لا رحت عند اختي لا بيت، ما رحنا على محل ابدا ابدا، ولا عمامي ولا اي حدا. طبعا عندي عم واحد هون معنا وعمي وهيك، بس انه ما رحنا حدا ابدا ابدا. فهون كانوا اولاد اخوي رايحين، الله يحميهم يا رب الله يخليهم. وشايفين بنت اخوي راحت تودع نانتا، بتودع مره ومرتين وثلاث. على فكره بنت اخوي ما بتصح لها لنانتا نانا، بتصح لها دلوله قد ما بتحبها عن جد والله، بتصح لها دلوله. شايفين كم مره راحت تتبوسه وهيك ما قدرت اصورها. وهون هيك كانوا اولاد اختي الله يحميهم يا رب كمان ويخليهم. هون كنت هيك عم بعيد الاولاد مشان يفرحوا ويحسوا هيك ببهجه العيد واجواء العيد. طبعا عيدت اولاد اخوي كمان قبل ما يروحوا، مو بس اولاد اختي، انه كلهم نفس الشيء. الله يحميهم يا رب ويخليهم، يبعث لهم ايام كويسه ويبعث هيك ايام كويسه لاولادكم واولاد امه محمد اجمعين ان شاء الله يا رب. وانتم خبروني وين رحتوا بالعيد. بتعرفوا انه انا ما بعرف اسجل لكم صوت وبحس حالي كتير مايعه بالفيديوهات. ليش ما بعرف؟ هي بنتي واختي بدهم عيد هي مثل الصغار، وهذا ابن اختي الصغير اللي كان حردان هو ومنيسا، ما بعرف ليش متقاتلين هو ومنيسا وما كانوا عم يرضوا. وبالاخير بعدين رضي علينا واخذ عيديته وطلع لفوق وخلص. طلعوا الاطفال كليتهم يلعبوا فوق، بما انه بيت اهلي دوبلكس فطابقين، يعني بيطلعوا لفوق اذا دبكوا بيدبكوا علينا، ما بينسمع للجيران. ومع هيك حرام الجيران كتير حبابين، هن عندهم اطفال وما بيقولوا شيء. وطبعا يعني انه ما على طول نحن موجودين، بس يعني حرام كتير، هن اكابر ومحترمين ما بيحكوا شيء. وعلى فكره العصافير اللي صورتهم من شوي حتى هدول الجيران التانيين هن برات البيت، يعني ما هون رايحين هيك مسافه وعايفينهم عند اهلي. وهون كنت عم بجهز التحضيرات هيك يعني الأجواء مشان نحن نحس إنه ببهجة العيد. وبعد ما خلصتهم رجعت شلتهم لأنه حسيت هيك صاروا معجقين وما رجعت حطيتهم. عن جد والله ما بمزح معكم، بس وقت اللي اجت رفيقتي رح تجي بالفيديو الجاي رح اشاركه معكم، لا رجعنا زبطت هيك حطيت يعني انه بس غير هاي الترتيبه. بس هون شايفين بعد ما حطيت هيك وزبطت الاغراض ورجعت شلتهم وتمام خلص. كل عام وانتم بخير، خلصنا عيدنا ويلا امشوا خلونا نروح مشوار ولا جبت لكم العيد. هلا هون المسا سهرة كنا قاعدين، وهي تقريبا بعد العيد بشي 3-4 أيام
ما كنا طالعين من البيت نهائيا ولا حتى على البيم ولا اي شيء، عرفتوا. فاجا ابن عمي واتصل فينا قال يلا خلونا نروح مشوار يعني هيك على الشط، ناخذ الاولاد ونغير جو، انه نحن واهلي وبيت عمي، عرفتوا، ما بس انه نحن. فقلنا يلا تمام، الله يرزقهم يا رب. رحنا هيك سهرة، طبعا قعدنا شوي وكتير انبسطنا وغيرنا هيك جو. والمشوار الثاني كان كمان على الجنينة، رح اشاركه معكم ان شاء الله بالفيديو مو الجاي اللي بعده، لانه فيديو الجاي رح تجي لعندي رفيقتي. هلا رح تشوفوا باخرة الفيديو بلشت انه اعمل لها التجهيزات وهيك. بصراحة هذا كل اللي مصورته، مشوار الجاي بالجنينة وهذا وبس، يعني ما كنت مصورة شيء. اكيد رح اشارك هيك معكم شغلات جديدة ورح اصورها يعني انه مباشر واشاركها معكم. طبعا بما انه هيك سهرة كل واحد اخذ هيك شيء من البيت، نقرشات وهيك شغلات، وكان في شيبس وكتير هيك اكلات وشغلات، ورحنا بس هيك قعدنا، عرفتوا. بس والله كانت قعدة كتير حلوة وش قد انبسطنا فيها. وطبعا كم طبعا قلت بالفيديو ما كان تصويري، قلت تذكرت ايش بدي اقول لكم، يعني هذا ما موبايلي، كل واحد ببعث لي لقطه، كل هيك مصوره. احلى شيء انه هذا الفيديو لقطات. هلا طبعا انا بالمشاوير والهيك، بس انه اصور ما بموبايلي، عرفتوا. يعني كل مين عنده موبايل يعطيني اياه شوي، قد انظلمت بلا موبايلي عم بقول لكم. بس الحمد لله رب العالمين هلا صار. ولا هلا اكيد المونتاج وكله عم بنزله بموبايلي. بالنسبه لبنات سالوني عليه، لا سويته لموبايلي. من الفيديو اللي قبل هذا اللي نزل كان بموبايلي النظامي، والحمد لله انه صار ووضعه منيح هلا حاليا. بس الشاشه الاماميه غيرت، الخلفيه ما غيرتها لانه رح ينفك، فما غيرت الخلفيه، بس الاماميه غيرتها وماشي حاله هلا الحمد لله رب العالمين. هون بعد ما خلصنا سهرتنا وقعدنا وكتير انبسطنا، يلا خلونا نروح البيت ونشوف التحضيرات اللي رح احضرها، لانه قلت لكم رح تجي لعندي رفيقتي. طبعا رفيقتي اللي رحنا لعند الحمويه، ورح نشوف شو رح نحضر لها وكيف رح تكون الاجواء. يلا خلونا بس نروح على البيت بشارك معكم هي الاجواء. ما شاء الله تبارك الله. هلا هي الشجرة قدام بيتنا وبيت الجيران، يعني هي شجرة خوخ ما شاء الله. هلا البركة حاشوها هلا، يعني بنفس اليوم اللي كنت عم بصور فيه الفيديو بعد شوي كانوا هيك عم بيحوشوها، فصورتها هيك لقطة ما شاء الله تبارك الله بتجنن. هلا هون اول شغله رح اسويها هي الهيطليه. هلا انا مشاركتها معكم قبل، بس هلا رح اسويها معكم. هلا انا عم بحكي وشايفين حاطه الطنجره على النار، طبعا نظيفه بتكون، وشغال تحت النار، يعني الطنجره صارت سخنه تماما تماما. هلا رح اكتب بقلبها الحليب. هلا انا حطيت الحليب هيك بالطنجره مشان يعطي لدعه هيك، انه مثل حريق، بيعطي طعم كتير طيبه، مثل شوطان للحليب بيقولوا، بيعطي نكهه طيبه. وهلا هون النشا بحطه. هلا كل لتر حليب بتحطوا له 5 معالق جبل، انا هيك بحط للتر الحليب. وهي مسكه بتجي جاهزه، فيكم تحطوها للرز بحليب وللمهلبيه ولهيك شغلات بتحطوا منها. طبعا هي من الشوك ماركت موجود منها، يعني انه بتجيبوها. هون حطيت شويه مي للنشا وبلشت ادوبه وراح اعيفه على جنب. هلا في منهم بيضيفوه على البارد فوق الحليب، وفي منهم بيضيفوه بعد ما يغلي الحليب، بس رح تحركيه كويس كتير اذا ضفتيه بعد ما يغلي الحليب. هلا بصراحه انا بحب احط النشا بعد ما يغلي الحليب، لانه اذا حطيتيه بالاول رح تضلي عم بتحركيه. وما شاء الله انا حطيت 3 حليب فبيطول ليغلي. شايفين كتيته وفرت كتة، يعني انه هيك شوي خيط، وكنت مستمره بالخفق تماما. وهون هي شكلها بعد ما انه هيك سمكت، يعني بنعيفها شوي تغلي مشان تروح نكهه النشا. وبس انا ما بحط لها اي اضافات، لانه طعمه الحليب بيكون شايط، يعني عرفتوا. وهلا عرفتها على جنب تبرد تقريبا شي 10 دقائق، ما بخليها تبرد تماما، يعني سخنه سخنه. وبلشت اكت لها مي مبوظه جمدانه، يعني شايفين بالقنينه ليش بنكت لها مي؟ كتوا على مهلكم مشان ما يسقوا بالحليب لتحت. فيكم تحطوا هيك معلقه ام كفكير ام اي شيء وتكتوا عليه، انه مشان بحيث ما انه ينسقي بالحليب وتنزل مي.
بيجعد وجهها بهالطريقة. إذا كتيتوا المي متلجة كتير وهي سخنة بيجعد وجهها، بس إذا ما كتيتوا المي يعني وهي سخنة فما حتجعد معكم كتير، عرفتوا؟ بس بتاخدوا هيك هي التجعيدة بسبب المي الباردة اللي بتنزل فوقها وهي سخنة. إن شاء الله ألف صحة وهنا. رح نحطها في البراد. طبعا هون أنا عم فرجيكم إنه شكلها شلون جعدت وعم نقطعها وقت اللي رح نقدمها، بس أنا هيك بميتها بنعيفها على جنب، بس بردت شوي بنحطها بالبراد، ووقت اللي بدنا بناخد منها الكميات اللي بدنا إياها. وأكيد رح أشارك معكم طريقة التقديم بس تجي رفيقتي. يلا هلا خلونا ننتقل للي بعده ونشوف شو رح نسوي هلا كمان. هلا جينا على اليبرق. اليبرق كليتنا بنعمله تقريبا نفس الطريقه. شايفين ما شاء الله هذا اليبرق اللي مولناه عن جد ما شاء الله تبارك الله بيجنن، كتير كتير عجبني. يعني ندمت قلت لو اخذي انه منه كمان عقد ما كويس. وهذا الرز اللي بستخدمه من البين اللي لونه اورنج باخده انا للمحاشي. وهذا البهار اللي جابت لي اياه صاحبة البيت يسلم ايديها والله يرزق، اللي حكيت لكم عنه بالفيديو السابق. عن جد نكهته خرافيه، ريحته كتير قويه، كتير حبيت يعني عجبني تماما. وهون اللحمه ودهنه وملح اكيد بس راح احط له. هلا انا هون عند اهلي مو ببيتي لانه راح تساعدني ماما وعمتي بلف اليبرق يسلم ايدي. هون يا رب طبعا راح الف 3 كيليات ونص رز. هلا انا ما طبخت اول العيد، عرفتوا؟ يعني اول يوم نحن اكلنا عند اهلي مثل ما فرجتكم باول الفيديو، وماما سكبت لنا. يعني ثاني يوم وثالث يوم ماما سكبت لي، رابع يوم ما بتذكر انه ايش اكلنا. تقريبا هي قبل ما تجي رفيقتي بيوم جهزته لليبرق وهيك مشان يضلوا. يعني هي اجت لعندي بعد العيد وانا ما طبخت لبعد العيد، يعني ما طبخت انا بالعيد. بما انه قلت لكم ماما سكبت لي يعني انه كانت عامله كتير اكل ومن غير شر ما في حدا، فقالوا لي انه ما تطبخي اكلك خلص انه نحن وانتي واحد يعني. وذاتا الحلو بالموضوع انه رجعت تقريبا عملت نفس الاكلات بس شغله وحده كانت مختلفه بيناتهم، واكيد رح اشاركها معكم. هلا هو البهار لونه احمر بس انه نكهته نفس بهارنا. البهارات شايفين هذا بهارنا، حطيت شويه صغيره منه بس بصراحه طعمت هداك اقوى. هلا نحن وقت كنا بسوريا كنا نطحنه يبقى نفس طعمة اللي جابت لي اياه. هون لا ما نفسه، يعني عم تجي هيك نكهته ما بعرف شلون، انه ما طيبه تماما. طبعا بس غسلت الرز يعني صولته هيك غسلته شوي وحطيت له اللحم بهار وملح وتمام بس. وهلا هون تاني يوم الصبح بعد ما كان جاهز طالعت اغراضي جهزتهم لانه راح اطبخ واخلص، وعلى الاساس انه يعني انه بخلص اغراضي اليوم لانه يبرق وهيك مشان اذا اجيت لا انه تاني يوم تجي لعنا على الغداء انه اطبخ انا اليوم من عدا الرز والفريكه وتاني يوم تجي. فاتصلت فيها وهي ما كانت في البيت، كانت برات البيت وقريبه علينا يعني. فقلت لها انه تجي بنفس اليوم المساء طبعا لانه هي رح تضل عنا، فاعتذرت وانه هيك الوقت ما كان. تاني يوم يعني رح تجي لعنا، فهون انا كنت عم بجهز الاغراض وكل شيء لانه بما انه رح تجي وتضل ورح تنام عنا. وهي الوردات اللي جاب لي اياهم اخوي الله يرزقه يا رب ما سخيت اكبهم، دبلوا وحطيتهم هون ما سخيت اكبهم. فرح اجهز كل شيء قبل ما تجي لانه اكيد اذا اجت ورح تضل عنا كتير صعب انه اطبخ قدامها وهيك، ورح نقعد مع بعض يعني اكثر وقت ممكن. فمشان هيك هلا رح تضل عنا لانه زوجها مسافر ونحن كتير يعني معرفه مع بعضنا وهيك، وفي مجال يعني عرفتوا انه هيك في كتير هيك خلطه بيناتنا وماني حابه احكي اكثر من هيك تفاصيل. فالمهم هون جيت عم بعلق على اليبرق، رح احطه بكير كتير، كانت تقريبا الساعه 7 الصبح. رح اطبقه واكيد رح اعيفه 10 ساعات لانه الورق كان كتير طري، فتقريبا اكل معي من 8 ل 9 يعني بهالوقت هيك استوى. كتير بيستغربوا انه نحن بنحط اليبرق هالقد يعني انه بنطول فيه هيك. والله صدقوني بس غلى هلا رح تشوفوا رح نوطي تحته شمعة وتمام بيطلع نظامي ولا وحده بتنكت. شايفين بس رصيته كويس كتير وبس غلى بنوطي تحته. وفي منهم بيحطوا توم ونعناع منه، لا نحن من جماعه المال توم ونعناع لانه بصراحه نشرت فيديو على التيك توك جاب يعني مشاهدات كتير بثبت انه النعناع وغير النعناع وانه 12 ساعه و10 ساعات. فكل حدا بيعمله شكل، نحن انه بنعمله بهالطريقه. ان شاء الله الف صحه وهنا. وهي توماتي اللي كنت عاملتهم من قبل بس مو بتتذكروا انه وقت اللي تشرك برادي صفروا شوي لانه على بين ما طالعتهم وحطيناهم عند آلي ويك فصفروا شوي بس نكهتهم ما تغيرت.
وبعد ما خلصت اليبرق رح أجهزه أكيد، وبكرة رح تشوفوا كمالة التجهيزات فيديو جاي. بحبكم كتير وبعرف قريت كتير، وهلا رح أعلق معكم اليبرق لأنه ما حطيت لكم موسيقى بالفيديو كتير لأنه أنتم ما بدكم. وهلا هون حطينا له المي والملح، الليمون والملح أكيد، ورح نخليه بس غلا ونوطي عليه. وأنا بقلكم يلا سلام، استنوني في فيديو جديد. بحبكم كتير وبنتظر تعليقاتكم الحلوة مثلكم، وأكيد لايك من إيديكم مشان ترجعوا كمان ترفعوا لي هذا الفيديو، وهيك أنا أنزل فيديوهات بهمتكم. خليلي قلبكم، شكرا كتير لكم. وهلا بقلكم يلا سلام، استنوني في فيديو جديد. بحبكم كتير.